السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنا عملنا فيديو قبل كده عن الاجهاد النفسي وتاثيره على الصحه، كنا عملنا فيديو عن الضغط العصبي. بس النهارده برضو يا جماعه انا بكلمكم في حاله جات لي هي برضو نتيجه الضغط العصبي. المشكله ان الحاله الضغط العصبي عمل مشكله لحد عنده 16 سنه. يعني فالموضوع يا جماعه مش بالصوره اللي احنا متخيلينها. الضغط العصبي وصل الموضوع لايه؟ طيب دلوقتي الحاله جات لي بنوته عندها 16 سنه، المفروض ان هي نتيجه الضغط العصبي جالها شلل في الوجه اللي هو بنسميه فيشل بالسي، بس نفسي. ان الموضوع ابتدى يحصل ان بقها اتعوج. طيب في الاول شكينا ان هو ضغط، مش ضغط، شكينا ان هو فيشل بالسي عادي او شلل العصب السابع. لا، هو نتيجة النفسية. الموضوع نتيجة نفسي، مش التهاب ولا التهاب العصب السابع اللي هو المرضي، لا، نتيجة المشكلة النفسية. طبعا ابتدى يظهر الموضوع ان هو بعوجة، وابتدى قبله يحصل وجع خلف الودان. طبعا دلوقتي في عوجة في البق. الكلام ده ممكن يحصل لأي سن، وولد او بنت. كمان ابتدت مش عارفة تقفل عينيها، في عين مش عارفه تقفلها. غير كده وكده كمان مش عارفه، في حرقان في العين ومش عارفه تتحكم في عينيها كويس. ابتدى كمان الموضوع يسوء ان اللي حواليها ابتدوا يلاحظوا ان بقها معوج، وبيحصل طبعا ان هي مش عارفه تتكلم او تبتسم كويس او حتى تغمز، في تنميل، في مشاكل في الاكل والشرب. طب كل ده من الضغط العصبي يا جماعه، فما تهملوش الضغط العصبي ومحدش يستهزأ بالضغط العصبي او يستهون بيه. طيب المفروض دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ المفروض طبعا ان احنا نبتدي نحسن النفسيه شويه وتتعرض على حد نفسيه وفي نفس دكتور نفسي يعني، وفي نفس الوقت نقلل الضغط العصبي على قد ما نقدر. طيب بالنسبه لعينيها طبعا عشان مفيش في الشلل في العصب السابع والالتهاب بتاعه، فبيخلي العين ناشفه. فطبعا المفروض ان احنا نحط قطره للعين عشان نرطبها شويه. المفروض كمان ان احنا بنبتدي نحط حاجه اسمها شمع طبي كده على العين وهم نايمين عشان ما يدخلش تراب، او نحط شاش لو احنا خارجين نلبس نظاره. كمان المفروض ان احنا نبتدي نعمل علاج طبيعي عشان نظبط الموضوع. فيا جماعه الاجهاد النفسي او الضغط العصبي ما نستهزأش بيه وما نستهونش بيه يا جماعه، عشان الموضوع كبير وبيبقى ليه اثار جانبيه كتير وبيبقى ليه مشاكل كتير. طب تخيل عندها 16 سنه وحصل الكلام ده نتيجه برضو الضغط العصبي. 16 سنه شافت ايه في الدنيا ولا شافت ايه من الدنيا عشان يحصل الكلام ده؟ فما تهملوش الموضوع يا جماعه ونخلي بالنا، وربنا يشفي الجميع وما يجيبش حاجه وحشه لاي حد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.